السلام عليكم خوتي، مزيانين بخير؟ اليوم ما شاء الله نوجد معكم واحد الأكلة مغايرة. اليوم بما أن البرودة تبارك الله قررت باش نعدل شوية الدجاج في الفران، كيجي مشوي ومحمر غزال. المهم أول حاجة عندي الدجاج وهذا بيتو الليل كامل في الحامض والملحة من بعد ما غسلته. بالنسبة للعطرية عندي شوية ديال البصار سكينجبير وخرقوم وشوية ديال التنسيمة ديال السحتر حتى الاخر. هنا عندي الربيع والثومه محكوكين، شويه الملحه والزيت البلديه. المهم اخوتي بالنسبه للخضره عندي كنكتفي غير بالبصله مع بطاطا، اللي بغى يزيد الفلفله كيزيدها، كل واحد كيبقى الاختيار ديالو. المهم انا كتعجبني غير البصله مع بطاطا عملتها. المهم بسم الله على بركه الله. غنبدا في العطريه هي الاولى، نحط على الدجاج مع الثومه والربيع. بالنسبة للسحتر نخليه حتى الاخر عاد نسم به ان شاء الله باذن الله. كما تشوفوا معنا الطريقة كاملة ان شاء الله باذن الله. صدقوني يا خوتي هاد الدجاج ما تشبعوش منه صراحة، الله كيجي واعر ناشف من المرقة محمر، يعني صحي بالنسبة لبنادم اللي عنده الاخر اللي عنده مثلا الحموضة د المعدة، إذا عنده المصران ما يقدرش على حاجة المرقة، هذه صحية كتكون بالخضرة، ننصحكم بها. كما كتشوفوا اخوتي بعد ما خلطت كلشي كنخلطها بيدي، حطيت العطريه والربيع كما شاهدتوا، الزيت الملحه. الملحه درت غير شويه على حسب كما سبق لي قلت لكم. انا بيت الليل كامل في الملحه والحامض، غسلته شي 3 مرات باش كنقص الملحه. المهم الملحه حاولت نرمي منه غير شويه وصافي. كتشوفوا غنحاولوا نلبسوا الدجاج كامل في العطريه. من بعد غنجيب الخضره. اول حاجه نقطع البصله، كنقطع دوائر. بالنسبه كاين اللي كيقطعوا شرائح، كل واحد وكيفاش. المهم عملت واحد شويه الزيت اول حاجه في المقله. من بعد نستفت البصله ديالي كامله هي هذه دوائر، غنزيد عليها البطاطا عاد اخوتي، غنزيد عليها الدجاج ان شاء الله باذن الله. المهم كما كتشاهدوا اخوتي هنا كنقطع عليها البطاطا، نستمر التقطيع ديال الحبات 4 البطاطات كاملين. اللي عنده وليداتو الله يخليهم له يمكن له يزيد يعني الخضره على حسب. كما قلت لكم اخوتي اللي عنده وليداتو كيزيد الخضره، يعني هذه اسهل طريقه باش الدراري يحاولوا يدخلهم الخضره في الماكله ديالهم. بعد ما سالينا ديك البطاطات تستيف كنحط عليهم الدجاج. من بعد اخوتي غنزيد واحد النسيمه ديال السحتر بلدي من طبيعه الحال، اللي عنده ورق سيدنا موسى يزيدو، اللي ما عندوش يكتفي. بالمهم من النسيمات اللي عنده كاملين يعملهم. طبعا نعمل له البابي الومنيوم وندخلوه الفران ان شاء الله باش تشوفوا معنا النتيجه النهائيه. من بعد ما شعلنا الفران من طبيعه الحال نزيدو من الفوق. المهم اخوتي الطاجين ديالي هو هذا، من بعد ما خرجته من الفران كما كتشاهدوا اللحم كتجي فحال محمره في نفس الوقت بالمرقه، يعني ناشفه حتى كتنشف مره. كان هذا هو الفيديو ديالي لهذا النهار، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه خوتي. نتوما غداكم.